بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة حبايبي انا جاية باكلة خفيفة وسهلة، وهتعمل معانا كمية وفيرة. من نص كيلو لحمة مفرومة هعمل صينيتين زي دي بالظبط. كفتة البرغل. كفتة البرغل دي مطلوبة جدا في العزايم، بتنفعنا قوي في العزايم، وبتعمل معانا كمية حلوة قوي. من نص كيلو لحمة مفرومة هنعمل أحلى كفتة برغل، والطعم حكاية. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ أنا رشا محمود. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا ومكوناتنا ونقول بسم الله. انا هنا معايا بصلتين كبار مفرومين فرم ناعم. البصلتين دول مش هصفيهم من المية بتاعتهم زي ما هما. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من البابريكا، هنزل بالملح، فلفل اسمر، بس كده. وهي دي مكوناتي في تتبيل البصل بتاعي. انا عايزه احس بطعم البرغل مع اللحمه المفرومه، مش عايزه التوابل تبقى كتير لدرجه ان انا ما احسش بالطعم الجميل بتاع البرغل واللحمه المفرومه مع بعض. يعني انا لما بكتر التوابل بحس ان انا باكل كده توابل، بتحسي بالتوابل ما بتحسيش بطعم اللحمه. انا بمسك كده البصل، بدعكه كويس جدا بالتوابل بتاعتي لحد ما الاقي كده البصله كلها خدت لون البابريكا. معايا هنا كوباية من البرغل، انا حطيته في مية، نقعته في مية لمدة 10 دقايق. بعد كده جبته صفيته كويس وحطيته على البصل بتاعي اللي انا خلطاه بالتوابل دي. هنا بقى هيبدأ يتخلط كويس جدا مع البصل، وهسيب الخليط ده لمدة ساعة عشان انا عايزة البرغل بتاعي يشرب من مية البصل والتوابل اللي انا حطيتها. زي ما انتوا شايفين بخلطه كويس جدا وبغطيه واسيبه لمدة ساعة لحد ما الاقيه اتشرب كويس جدا وشرب معايا مية البصل. خلاص كده هغطيه بقى واسيبه. شايفين لونه شكله ايه؟ اختلط تماما بالتوابل. هسيبه بقى لمدة ساعة. عايزة تعملي مكرونة جنبه بقى، عايزة تعملي اي سلطة طحينة تجهزيها، عبال ما تجهزيها يكون الساعة عدت. ونبدأ بقى مع بعض نشوف هنعمل الكفتة بتاعتنا ازاي. زي ما انتوا شايفين شرب مية البصل معايا، شايفين بقى قوامه ازاي. انا هنا بقى معايا نص كيلو اللحمة المفرومة، لازم يكون فيها نسبة دهون. لازم نسبة دهون في كفتة البرغل. لو ما فيش عندك اللحمة مش ما فيهاش نسبة دهون، ممكن تبشري عليها دهنة علشان تديكي للكفتة كده لمعة ونكهة حلوة وطعم جميل كمان. لازم. انا هنا نزلت بالبرغل اللي انا متبلاه على الكفتة بتاعتي او اللحمة، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. المعلقة البيكنج باودر دي عشان تخليلي الكفتة من جوه هشة مش مكتومة معايا. وهبدأ في المرحلة ديت أخلط كويس جدا مكوناتي مع بعض. وأهم حاجة بقى في كفتة البرغل دي لازم أعجنها كويس، يعني أعملها معاملة العجينة. هخلطها وأعجنها لمدة لا تقل عن 10 دقايق. أعجنها كويس جدا عشان العجن ده وخلط المكونات مع بعض كويس هيخليلي كفتة البرغل ماسكة معايا كويس جدا لما أجي أشكلها. كتير مننا بيدوروا على كفتة البرغل دي لان هي دلوقتي بتعمل كمية وفيرة تنفعنا في العزومات. يعني من نص كيلو لحمة مفرومة عملت كمية ضعف. وكمان ممكن تفرزيها في الفريزر لشهر رمضان، يا اما تسيبيها كده في اكياس، تعبيها في اكياس اللحمة بتاعتك بالبرغل كده متبلة، او تصبعيها صوابع وتحطيها في اطباق فبر في الفريزر وتطلعيها طبعا على دخول الفرن. زي ما انتوا شايفين معجونة كويس ازاي متماسكة معايا
البرغل مش باين فيها خالص، اتعجن كويس مع اللحمة بتاعتي. تعالوا مع بعض نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. هتحطيها في اي حاجة عندك، صينية، اي حاجة، هتعملي لها كده من نص تجويف. هعمل لها كده تجويف من النص. شايفين الكمية معايا؟ بسم الله ما شاء الله، يعني كمية حلوة قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب ورقة فوين، هحطها هنا في التجويف بتاعي ده، وهنزل في ورقة الفوين دي بالفحمة. انا الفحمة دي مولعاها على البوتاجاز، وهنزل عليها بمعلقة من الزيت، وهغطي الخليط ده، اللحمة بتاعتي دي، كويس جدا لمدة ربع ساعة او نص ساعة لحد ما الاقي اللحمة بتاعتي اتشربت بريحة الفحم. مش عايزة اقول لكم بقى الطعم هيبقى شكله ايه. انا كده بعد ربع ساعة، بعد ما سبتها ربع ساعة او نص ساعة، هشيل الورقة بتاعتي بالفحم، وهلم بقى الكفتة بتاعتي، اللحمة كده. مش عايزة اقول لكم بقى ريحتها شكلها ايه، جميلة جدا، ريحة رائعة بجد. هبدأ بقى انا دلوقتي في تشكيل الكفتة بتاعتي. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا هنا محضرة طبق فيه زيت على مية، هحطه جنبي كده عشان هشتغل بيه برضو. هجيب الصينية اللي انا هحط فيها الكفتة بتاعتي. انا هنا عندي صينية مقطعة فيها حلقات من البصل، الحلقات البصل عادية خالص، مش متبلة ولا اي حاجة. هجيب عندي الخلة بتاعت الكفتة، زي الشيش طاووق كده، بس بتبقى اتخن شويه من بتاعه الشيش طاووق. لو مش عندك اي حاجه، انت اللي موجود عندك بتصبعي عليه الكفته بتاعتك تشتغلي بيه. بس هو المقصود ان الكفته من جوه بتاعتي تبقى فيها فراغ، علشان ما تبقاش ملكومه بس من جوه. زي ما انتوا شايفين ببدأ احطه على السيخ بتاعي، وادهن ايدي احطها في المية والزيت، وابدأ في تشكيل الكفتة بتاعتي زي ما احنا شايفين، واقفلها كويس من فوق واقفلها كويس من تحت. شايفين الجمال بقى؟ اضغط عليها كويس جدا عشان تتماسك معايا، وما تقلقوش الكفتة دي بتبقى متماسكة، ما بتفكش ولا حاجة خالص، عشان احنا عجنينها كويس جدا. همسح كده السيخ معايا. هجيب قطع تانية وهبدأ أشكلها زي ما انتوا شايفين، بضغط عليها كده كويس، وببدأ في فردها على السيخ كده بالطول. أعمل الحجم اللي أنا عايزاه زي ما انت عايزة، حسب الطول اللي انت عايزاه. بتضغطي عليها كويس وتقفليها من فوق وتحت كويس جدا، وتدهني ايدك بالزيت والمية، هيديها لمعة حلوة قوي للكفتة بتاعتنا. وهبدأ أرصها في الصينية بتاعتي. شايفين الجمال؟ ولونها جميل جدا. هبدأ اطلعها كده بالراحة خالص وارصها في الصينية بتاعتي. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين انا عملت الكمية بتاعتي، طبعا في صينية تانية زي دي بالظبط. الكمية عملت معايا صينيتين، رصيتهم بالطريقة دي كده في الصينية بتاعتي على حلقات البصل. شكلها يفتح النفس فعلا، جميلة جدا، جربوها. بعد كده هعمل ايه؟ هكون مسخنة الفرن طبعا، وهحط عليها ربع كوباية من المية، هنزل عليها كده بربع كوباية مية، وهغطيها بورقة فوين وهدخلها الفرن. الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، مش عايزاه واطي عشان ما ينزليش المية اللي في الكفتة. هدخلها الفرن درجة حرارة عالية، هسيبها خالص لما تستوي، وهبدأ اوطي عليها في الاخر خالص. لو ما لقيتهاش لسه احمر وشها، هشيل ورقة الفويل من عليها لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين لونها جميل. انا قدمتها في نفس الصينية بتاعتها من جمالها، يا دوب يا جملتها بحاجات بسيطة من البقدونس والطماطم. شكلها جميل جدا، وعملت معايا كمية وفيرة،
وطعمها خطير ورائع. يا ريت يا حبايبي تجربوها، هتعجبكم جدا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك بالقناة، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، وبألف هنا.